اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. صباح الهنا والسكر والسعادة على عيونكم يا حبايبي. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كشري أصفر. ماشي. معايا هنا كيلو رز أو كيلو وربع رز، والعدس طبعا، وبصل مبشور، وملح ومعلقة كركم، وطبعا كمون. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. هنا طبعا زي ما انتم شايفين حطيت الحلة على البوتاجاز ولحت يعني. ماشي. ان شاء الله هنعمل بطاطس مسلوقة كده ومحمرة جنب منه. شايفين غسلة البطاطس زي الفل ومقطعة قطع مناسبة حسب ما بتحب يعني. وبعدين في بطاطس صغيرة وسليمة زي ما هي يعني. هنعصر عصرة ليمونة علشان خاطر قلب الحلة ما يسودش ويعني والبطاطس ما تعملش طبعا. لا اله الا الله. نحط ملح كمان، ما تعملش ريم على الوش يعني. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وطبعا هننزل بالزيت طبعا في الحلة التانية دي هنعمل فيها الكشري. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هننزل طبعا بالبصل المبشور. يعني ما شاء الله يعني الوصفة دي انا بنحبها ويعني بتكون كويسة وحلوة يعني. اهوت طبعا زي ما انتم شايفين هننزل طبعا بالكركم وبالملح وبالكمون. وهنقلب البصلة ديت لما لونها يكون معايا لون احمر وحلو يعني تحمر وكده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا انا هنضيف العدس اهوت على الرز وهنغسله. ماشي. شايفين البصلة معايا خدت اللون الاحمر الجميل ده اهوت. هنضيف طبعا عبار المية بتاع الرز زي ما انتم شايفين. وانا غسلة طبعا العدس والرز غسلاهم على بعض. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. اهوت العدس معايا انا غسلاه كويس. هننزل طبعا غسله هو والرز مع بعض. وطبعا ما انا حاطه الملح وحاطه كل حاجه مع البصله يعني اهوت زي ما انتم شايفين. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. ماشي. هنا بعد ما انا خلصت يعني حمرت البطاطس ودي طبعا غدا